بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقاس ازاز 5 شعلة بوتاجاز فريش 90، في منه ال80 وفي منه ال90. فكل ازاز او كل بوتاجاز ليه مقاس مخصوص. فمعانا البوتاجاز دوت 90 سنتي، فهنقيسه ازاي وعشان اجيب مقاسه صح؟ بص، هي معلومة بسيطة. 80 سنتي يبقى العرض بتاعه او الطول بتاعه بيبقى 79 لو 80، لكن 90 سنتي يبقى 89. دي المقاسات الثابتة. الاختلاف بقى اللي هو من فوق وتحت، الاختلاف من فوق لتحت، لكن من جنب لجنب البوتاجاز دي حاجة معروفة. البوتاجاز ال80 يبقى 79، البوتاجاز ال90 يبقى 89. ده كده من فوق لتحت 46، من فوق لتحت كده ده 46. يعني 45 اهي ونازل على 46، ده 46 في 89. الخرام بقى انا بفتح الباب واقيس الخرام من نص الخرم لنص الخرم، تمام؟ من نص الخرم كده اهو، من نص الخرم ده اهم حاجه في مقاس الازاز. انت ممكن تجيب مقاس ازاز صح، لكن الخرام تختلف، تغير اليد، واليد اصليه. اليد 71، الخرم من اليد اليد 71. ادي الازاز اهو جبته. اراجع بقى على اليد، اهم حاجه المقاس التاني مظبوط وانا متاكد منه. وانا بحط اليد على الازاز عشان اشوف الخرام مظبوطه ولا لا. اهو ده كده تمام، في نص الخرم اهو، ده كده تمام. هو تركيب الازاز سهل كل حاجه، ولكن عايز بس ايه، ملاحظات خفيفه. اول حاجه الحته الستانلس اللي تحت دي لازم انضفها كويس جدا، بتبقى فيه بواقي ازاز ماسكه فيها. هي مش بتبقى ملزوقه، ولكن بتبقى من كتر الدهون بتبقى ماسكه. فنضفها كويس جدا، وبحط الازاز بالراحه عشان ما يقعش منك. لو وقع هيتكسر. اهم حاجه ثبته في الحته الستانلس اللي تحت دي اهو. وبركب اليد من غير الحته الالومنيوم، بركب جنب واحد بس كده اهو، عشان ايه؟ يمسك الازاز معايا. انا حاطط صبعي في المسمار من ورا مثبته، وبلف الايه، عشان انا بصور بس معلش بايد وشغال بايد تاني. بس انت هيكون معاك حد طبعا يبقى اسهل. ادي المسمار التاني اهوت، بشبط فيه الالومنيا. يبقى انا شبطت واحده الاول لوحدها، بعد كده التانيه بالالومنيا. كده انا شبطتهم الاتنين مع بعض، وبربط المسمار لغايه لما يقف معايا. مربوطش جامد بقى، لان كل ما تربط بتضغط على الازاز. لا، انا بربط المسمار طالما امسك الازاز بايدي كده ما فيهوش لبه، يبقى كده لم بوشه خالص. المسمار يتلم كده خالص، تربط على اخره. جاب اخره خلاص، ما نزودش عن كده. ادي اهوت اهو، بسم الله ما شاء الله، ركب تمام. نفتح ونقفل نجرب اهو كده، الحمد لله كده. ده مقاس بوتاجاز فريش 90 سنتي. واللي محتاج اي سؤال يبعت لي ويكلمني، لو التليفون مقفول كلمني واتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.